مرحبا، إن شاء الله راح يكون درس اليوم عن تعريب ويندوز، جميع أنواع ويندوز 7. أول إشي خلينا نبلش في الموضوع، في صلب الموضوع. أول إشي لازم نحمل برنامج فيستا ليستور، ونحمل حزمة اللغة من موقع. بس قبل ما نحمل من الموقع لازم نروح على ابدأ ونختار كليك يمين على كمبيوتر وعلى آخر اختيار ونطلع هون. هين نوع الويندوز راح يكون عندك مثلا ويندوز 7 هوم بريم او هوم اديشن او بروفيشنال او شو ما كان نوعه. انا ما بيهمني النوع لانه راح يتعرب ان شاء الله تعالى. انا اللي بيهمني هون انه يكون 32 بت او 64 بت، سيرفيس باك 1 او سيرفيس باك 2. طيب هذا المهم، انا اللي راح نتحدث عنه اليوم. انا عندي الويندوز 32 بت. طيب اول اشي خلينا نيجي ندخل على موقع فيستا ريستور، نضغط على كلمة داونلود ونضغط على تحميل البرنامج. راح نحمله ويكون بالشكل هذا على سطح المكتب. بعد ما نزلنا المكتب هين رايحين نرجع للموقع. احنا حزمة اللغة عنا ويندوز 7 32 بت. طيب في ناس راح تكون عندها 64 بت، في ناس راح تكون عندها ويندوز 7 32 بت سيرفيس باك 1 او سيرفيس باك 2، او حزمة اللغة ويندوز 7 64 بت سيرفيس باك 1 او سيرفيس باك 2. هنا المهم انا راح اشرح شرحي عن تحميل الويندوز حزمة اللغة 32 بت او 64 بت، وانا ان شاء الله راح ارفق لكم تحت الفيديو في اللينك في الديسكريبشن تحميل تعريب او حزمة اللغة لويندوز 7 32 بت سيرفيس باك 1 وويندوز 7 64 بت سيرفيس باك 2. طيب خلينا نضغط على حزمة اللغة اللي هي بتناسب جهازنا ويندوز 7 32 بت. رايحين يطلع لنا الارابيك، حزمة اللغة بالارابيك. انا راح اسهل عليكم. افتح، ما عليك الا تفتح في متصفح الفايرفوكس، اضغط كليك يمين واضغط على انسخ مكان الوصل. بنروح على برنامج الداونلود مانجر، نضغط على هذه الايقونة وبنعمل لصق، نعمل كنترول في او لصق او باست. نضغط على حسنا فبنحمل حزمة اللغة. وين انت بتحب تحملها؟ على سطح المكتب بتحملها. مساحتها يعني شوية كبيرة. خلينا نبدأ في صلب الموضوع. نزلنا البرنامج، نضغط عليه تو كليك، هيك فتح معانا البرنامج. طيب في ناس ما راح تفتح مع البرنامج. شو الخلل؟ بيكون الخلل انه لازم تضغط على كليك يمين وعلى اخر خيار، وتضغط على الخيار الثاني اللي هو التوافق، ونضغط على الاختيار هون، نضغط على نحط الصح ونختار حزمة ويندوز فيستا سيرفيس باك 2 او بتكون تحتيها حزمة ويندوز 7. طيب انا فتح معي البرنامج، فيش داعي اني احوله. المهم انت زي ما شفت معي بتحوله وبتضغط، بتحط على ويندوز فيستا وتضغط على ابلاي وعلى اوكي، وهيك بيفتح معاك البرنامج. خلينا نضيف اللغة. نضغط على edit language. خلينا انا مثلا حملت ال 64 بت. طبعا راح يحكي لي فشل لانه مش اللغة اللي بتناسب جهازك. طيب انا رفعت 32 بت، خلينا نحمل 32 بت. هيك حكينا انه تم اضافة العربي. طيب هين اللي بحب اذا ضفت الصح تلقائي بتجيك اللغة العربية، فاحنا بنقيم الصح عشان نقدر نغير بين اللغة العربية واللغة الانجليزي. فقط ما علينا الا نضغط على الاختيار هون ونضغط على كلمة، يعني ما نخلي الصح، ونضغط على كلمة install language، فبيبدأ بيرفع عنا او يسطب لنا في اللغة. نستنى عليه عبن ما يخلص تحميل. وبهيك بعد ما انهى عملية تنزيل او تحميل اللغة، فقط نضغط على كلمة يس واوكي. هيك ضفلنا الانجليزي والعربي. نضغط على كلمة عربي
ونضغط على كلمة exit. هنا بيتطلب منا إعادة تشغيل الكمبيوتر، فبنضغط على يس. وبهيك بعد ما أعاد تشغيل الكمبيوتر نلاحظ انه صارت ابدأ اتحول للغة العربية. طيب هين خلينا نفعل اللغة العربية بالكامل. نضغط على كلمة لوحة التحكم، وهين بتكون عندك مثلا الفئة، فقط نضغط على الفئة على رموز كبيرة. هنا بنضغط على المنطقة واللغة. هنا بتكون الإنجليزية الولايات المتحدة، بنحولها مثلا للعربية السعودية مثلا. نضغط على إعدادات إضافية، وعلى التاريخ تقويم ميلادي عربي، نضغط تطبيق وموافق. ننتقل للموقع. الموقع بقول لك الولايات المتحدة، أنا راح أختارها فلسطين. السلطة الفلسطينية. هين لوحة المفاتيح زي ما انتو شايفين. إذا بتلاحظ انت قبل ما تعرب ما بتكون هذه اللغة. هين اتحولت للغة العربية تلقائي. هين اتحولت للغة العربية تلقائي. فقط ما علينا الا نضغط تطبيق وموافق. طيب هين في مرحلة مهمة، كتير مهمة. بنضغط على إداري ونسخ الإعدادات، نضغط على كلمة تطبيق، راح تطلع لنا هذه الشاشة. نضغط على شاشة الترحيب، نحط الصح وحسابات، نضع الصح وعلى موافق. وهين على تغيير إعدادات المحلية للنظام. هنا بتكون الإنجليزية الولايات المتحدة، فقط ما عليك إلا تختار اللغة العربية. هنا خلينا نختارها مثلا العربية السعودية، على موافق. تلقائي بيتطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر، نضغط. وبهيك بعد ما أعاد تشغيل الجهاز منلاحظ إنه الويندوز أصبح عربي بالكامل. طيب هين أنا نقطة مهمة ما تنساها، كليك يمين على الكمبيوتر على خصائص. هين نظام التشغيل 32 بت، يعني إذا كان عندك 64 بت لازم تختار حزمة اللغة 64 بت. إذا كانت 64 بت سيرفيس باك 1، أنا إن شاء الله راح أرفق لكم تحت الفيديو مباشرة في الديسكريبشن حزمة لغة ويندوز 7 سيرفيس باك 1 32 بت، وحزمة اللغة لويندوز 7 ال 64 بت سيرفيس باك 1.